بنرحب بكل متابعينا، فأهلا وسهلا بحضراتكم. طه حسين هو أديب ومفكر مصري، لقب بعميد الأدب العربي. ولد طه حسين سنة 1889 في إحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا في صعيد مصر. أصيب في سن مبكرة جدا بعدوى في العين، وبسبب سوء التعامل مع حالته وعدم تلقي العلاج اللازم أصيب بالعمى وهو في عمر 3 سنين. أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 9، والتحق بالكتاب فتعلم القراءة والكتابة. وفي سنة 1902 درس في جامعة الأزهر في القاهرة، حيث اكتسب المعرفة في النحو والفقه والبلاغة، وتأثر بدروس الشيخ محمد عبده تأثرا كبيرا. وفي عام 1908 التحق بالجامعة الأهلية جامعة القاهرة، والتي كانت قد أنشأت حديثا في مصر، فكان من أوائل المنتسبين إليها، وحصل منها على شهادة الدكتوراه سنة 1914 عن رسالته التي كانت بعنوان تجديد ذكرى أبي العلاء. 1918 ذهب في بعثة دراسية إلى جامعة مونبلييه في فرنسا، وأثناء دراسته التقى بسيدة تدعى سوزان، جاءت لتقرأ له الكتب لأن المراجع اللازمة له لم تكن متوفرة بطريقة برايل المصممة للمكفوفين. فكانت سوزان بمثابة المستشارة والمساعدة والصديقة المقربة له، وفيما بعد أصبحت زوجته وأم لأولاده. وفي سنة 1919 عاد طه حسين إلى مصر مع زوجته سوزان، وتم تعيينه أستاذ للتاريخ في جامعة القاهرة. وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة رئيس المجمع. وفي عام 1950 عين طه حسين وزير للتربية والتعليم، فتبنى الدعوة إلى مجانية التعليم وحق الجميع في التعلم، رافعا شعار التعليم كالماء والهواء. قام طه حسين بتحويل العديد من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية، وعدد من المدارس الثانوية إلى كليات مثل الدراسات العليا للطب والزراعة. كما يرجع له الفضل في إنشاء عدد من الجامعات الجديدة كجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس. ألف طه حسين نحو 60 كتاب، من بينهم 6 روايات. من أبرز كتبه كتاب الأيام، كتاب دعاء الكروان، وكتاب المعذبون في الأرض. توفي طه حسين سنة 1973 في القاهرة عن عمر ناهز 84 عام. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.